فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فسبحوا الله حين تدخلون في وقت المساء وهو وقت صلاتي المغرب والعشاء، وسبحوه حين تدخلون في وقت الصباح وهو وقت صلاة الفجر. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وله وحده سبحانه الثناء، في السماوات يحمده ملائكته وفي الأرض تحمده خلائقه. وسبحوه حين تدخلون في العشي وهو وقت صلاة العصر، وسبحوه حين تدخلون في وقت الظهر. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت مثل إخراجه الإنسان من النطفة والفرخ من البيضة، ويخرج الميت من الحي مثل إخراجه النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاجة، ويحيي الأرض بعد جفافها بإنزال المطر وإنباتها، ومثل إحياء الأرض بإنباتها تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آيات الله العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن خلقكم أيها الناس من تراب حين خلق أباكم منه، ثم إذا أنتم بشر تتكاثرون بالتناسل وتنتشرون في مشارق الأرض ومغاربها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته العظيمة كذلك الدالة على قدرته ووحدانيته أن خلق لأجلكم أيها الرجال من جنسكم أزواجا لتطمئن أنفسكم إليهن للتجانس بينكم، وصير بينكم وبينهن محبة وشفقة. إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات واضحة لقوم يتفكرون، لأنهم الذين يستفيدون من إعمال عقولهم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته خلق السماوات وخلق الأرض، ومنها اختلاف لغاتكم واختلاف ألوانكم إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لأهل العلم والبصيرة. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته نومكم بالليل ومنامكم بالنهار لتستريحوا من عناء أعمالكم. ومن آياته أن جعل لكم النهار لتنتشروا فيه مبتغين الرزق من ربكم إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لقوم يسمعون سماع تدبر وسماع قبول. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته
أي يريكم البرق في السماء ويجمع لكم فيه بين الخوف من الصواعق والطمع في المطر، وينزل لكم من السماء ماء المطر فيحيي الأرض بعد جفافها بما ينبت فيها من نبات. إن في ذلك لبراهين ودلالات واضحة لقوم يعقلون فيستدلون بها على البعث بعد الموت للحساب والجزاء. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته قيام السماء دون سقوط والأرض دون انهدام بأمره سبحانه، ثم إذا دعاكم سبحانه دعوة من الأرض بنفخ الملك في الصور إذا أنتم تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وله وحده من في السماوات وله من في الأرض ملكا وخلقا وتقديرا. كل من في السماوات وكل من في الأرض من مخلوقاته منقادون له مستسلمون لأمره. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو سبحانه الذي يبدأ الخلق على غير مثال سابق ثم يعيده بعد إفنائه، والإعادة أيسر من الابتداء، وكلاهما سهل عليه لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وله عز وجل الوصف الأعلى في كل ما يوصف به من صفات الجلال والكمال، وهو العزيز الذي لا يغالب الحكيم في خلقه وتدبيره.